يواصل الفريق تدريباته المكثفة تحت إشراف المدرب الألماني جيس ثورب. تأتي هذه التدريبات استعدادا لمواجهة نادي زد القادمة. الهدف الأساسي هو الحفاظ على صدارة الدوري. يغيب المدافع ياسين مرعين عن المباراة القادمة بسبب إصابة في العضلة الضامة. تحيط الشكوك الطبية بإمكانية عودة زيزو للمشاركة قريبا، كما تحيط الشكوك الطبية بإمكانية عودة تريزيجيه للمشاركة قريبا. بدأ الجهاز الفني بقيادة المدرب ثورب تحديد خصائص لاعب خط الوسط الجديد. هذا اللاعب سيخلف أليو ديانج المتوقع رحيله نهاية الموسم. يسعى النادي لتعويض رحيل ديانج بلاعب يمتلك مواصفات فنية محددة. في سياق آخر، يترقب النادي قرار المحكمة الرياضية الدولية كاس. يتعلق القرار بقضية سحب لقب الدوري المصري، وهي قضية حساسة. هناك أنباء عن تغيير موعد إعلان القرار، مما يزيد من حالة الترقب. يستعد الفريق لسلسلة من المواجهات الحاسمة في الفترة القادمة. سيلتقي نادي زد في الدوري المصري بتاريخ 28 من فبراير 2026، ثم المقاولون العرب في 5 مارس. يخوض الفريق مباراتين ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا يوم 23 مارس. حقق الفريق انتصارات مؤخرا على سموحة والجونة والإسماعيلي، وتعادل مع الجيش الملكي.